ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده هنعمل ميك اب سهل جدا، مش هياخد مننا وقت، هو لخروجه عاديه. طيب اول حاجه انا اوريدي حطيت المرطب بتاع بشرتي، وحطيت برضو كمان تحت عيني. خلينا كده نبدا ببرايمر. هنحط على الاماكن اللي فيها مسامات بالطبطبه كده. هنحط هنا كمان، هنا وهنا. طيب لحد ما البشرة تمتص شوية البرايمر، خلينا نشتغل حبة في الحواجب. خليني ماشي، ثواني الغطا وقع، مش مشكلة. طيب هشتغل معاكم حاجب على الكاميرا، والحاجب التاني هيكون اوف كاميرا. طيب خلينا احنا بننزل شعرنا كده. تلاحظوا ان الحاجب ده اوريدي فيه شعر اقل من الحاجب ده. طيب انا لما ببدأ من الخط هنا كده، عند نفس الخط بتاع انبات الشعر، بخطوط جنب بعضها. بعد كده ايه، بنزل وابدأ املى الفراغات. تمام كده. هرفع تاني الشعر بتاعي. طيب باجي هنا من عن كده نفس الفكرة، بوصل كله ببعض، وابدأ اخد برضو خطوط صغيرة كده املى بيها الفراغات من قدام، حاجات بسيطة. طبعا لازم تبقى ايدي خفيفة جدا علشان الحاجب ما يتقلش مني. زي ما احنا كده شايفين. هروح اعمل حاجب تاني وارجع لكم. طيب زي ما انتم شايفين كده انا عملت الحاجب التاني. وخلينا نتفق يعني ان الحاجبين مش شرط يبقوا تيبيكال زي بعض، بس على الاقل قريبين من بعض. يعني ما ينفعش اخلي حاجب رفيع وحاجب تخين او هكذا. تمام. طيب انا بعد كده هحط الفاونديشن. في طرق كتير ان انا احط فيها الفاونديشن، بس عشان انا مستعجله الصراحه دلوقتي، فانا بحط خطوط كده. هو عموما الفاونديشن ده من كيكو ينفع كونسيلر وفاونديشن مع بعض. تمام كده كده كده. اوكي. طيب نيجي بقى ندمج. دي فرشه كده، دايما فرش الفاونديشن في بيوتي بلندر، في كذا طريقه ممكن ندمج بيها الفاونديشن، بس انا برتاح برضو لدي. انا باخد من تحت بالطبطبه لفوق. هو خفيف جدا، التغطيه بتاعته يعني مش قويه قوي، بس لحد ما هيداريلك لو في اي يعني اكني، او اللي هي اثار الحبوب يعني. خليني هدمج بقيه الفاونديشن واجيلكم. لو انا حسيت ان انا عايزه احط تاني هحط عادي، او ممكن بيتبني يعني. انا ممكن ابقى عايزه احط حبه كده عند عينيا كمان، بس هسيبهم حبه. تمام. طيب هبدا دلوقتي بالبلاشر الكريمي. هنحط كده
صراحة دمجه سهل جدا، بياخدش وقت زي ما احنا شايفين. علشان البلاشر يديكي لافتنج كده ليفتنج كده للبشرة، يفضل ان احنا دايما بندمجه على فوق، على العظمة نفسها يعني، ما بننزلش تحت خالص. كان بالبواقي بقى كده برضه هنا كده. طيب خلينا ندمج الكونسيلر مع بعض. طيب الكونسيلر عموما لما بيندمج بندمجه لبره، والبواقي هي بس اللي بتروح العين جوه، وده بيساعدنا ان الخطوط اللي تحت العين، لو في خطوط تحت العين ما تبانش. هروح اثبت بالباودر واجيلكم. طيب انا ثبتت بالباودر، وكمان حطيت باودر انا بستخدم ده از بلاشر باودر برضو، وبحطه على الاماكن اللي هي فيها كريم. يعني انا بفضل علشان يديني اكتر لون اقوى ويثبت اكتر معايا طول اليوم، ان انا بحط البلاشر على الكريمي على طول، فبيديني لون اقوى وكمان يقعد معايا اكتر. طيب انا هكتفي بان انا هستخدم، انا حطيت برضو بلاشر كده فوق عيني، واستخدم ان انا اعمل ايلاينر. هعمل عين معاكم، هستخدم ايلاينر ما تتخضوش قوي من اللون، هو لون زيتي عادي يعني. باجي هنا من على الاطراف عشان احدد العين زي ما انتم شايفين كده. تمام، من هنا شايفين طرف الرمش اللي تحت ده، باجي عنده واعمل خط بالراحة كده. تمام، وباجي مش من اوله، من تحت شوية اقوم نازلة، وابدأ املى الفراغات. هاجي بقى من هنا عند خط الرموش، ابدأ اوصل بقى ايه الالوان دي ببعض. عند خط الرموش بالظبط، عشان انا عايزاه رفيع. زي ما احنا شايفين كده. هعمل العين التانية واجيلكم. طيب انا كده عملت العين، هحط ماسكارا، بحطها من تحت واقوم عامله كده واقوم شدها. طيب انا كده خلصت، حطيت الروج وحطيت الماسكارا. يا رب يكون الميك اب عجبكم، ولو في ليكوا اي اسئله طبعا قولوا لي في الكومنت، لو في حاجه عايزيني اشرحها بتفاصيل اكتر على طول. يعني يا رب تكونوا اتبسطتوا. باي باي.